يا عباس نجيتك بمطلب. شنو المطلب؟ ما هو الطلب؟ والله بمطلب خويا عطاشة ونريد الماء، نريد الماء نشرب والله رجب شارب من هاي وضوايا. قالت أخي دعني أحدثك بحديث. ما هو الحديث يا زينب؟ حدثي، لقد حلا وقت الحديث، آخر حديث هذا يكون نسمعه ونحدث به اليوم. قالت أخي عندما أراد أبيك أن يخطب أمك أم البنين قال لعقيل اطلب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب. قال وما تصنع بها؟ قال لعلي ألد منها غلاما ينصر ولدي الحسين في كربلاء ويكون له ردا ووزيرا. أخي لقد ادخرت أبانا لهذا اليوم. تشجع زينب العباس تحدث بهذا الحديث. العباس ما ناسي لكن تنطيش احنا أكثر. والله من سالفة لخته والسمعة تزير على رجايا يا عبا وقطعها وقام يحلف بامها وضلعها ما تكثر ويثقل جمعها. اخيش لشتت لك فزعها واقلب الكوف على اتبعها. نعم ابا الفاضل جاي لا بعبد الله. اخي لقد ضاق صدري وسئمت الحياة فاذن لي. نعم الحسين ساعة وداع تغرغرت عيناه بالدموع. هذا اخر لقاء اخر وداع يعز عليك يا ابا عبد الله، يعز عليك. بعض الاحيان الانسان يودع اخوه لكن الساعة اللي يقتل فيها لا يشوفه، ساعة لا يراه بعينه والسيوف تتهاوى عليه من كل جانب. وهذا صعب خصوصا اذا كان يحمل تلك الصفات، صفات العباس سلام الله عليه. نعم تعانقا توادعا ثم أن العباس أخذ القربة واللواء وتوجه نحو القوم تكاملوا 30,000. نعم ما إن نظر إليهم إلا وارتجز. لا أرهب الموت إذا الموت رقى. العباس سلام الله عليه نعم ما أراد أن يعرفهم بنفسه لأنهم يعرفوه، أراد أن يبين لهم حقيقة. لا أرهب الموت إذا الموت رقى حتى أوارى في المصاليت لقاء. نفسي سبط المصطفى الطهر وقاء إني صبور شاكر للملتقى. بل أضرب الهام وأفر المفرقا يا صور القمر هاشم على جيش الغدا وصار رمح المنية وصار ما بالتالي لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف لاقى الموت عيده. حتف القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال. اعلم عجبين وصار ما تذهب بالابصار من ضربته جيش العدا من حملته جيش العدا مثل الرحدار. فاضت كفوف الغاضرية وصاحت النار بس امتنية تغمد البدارك يا سردال. صاحوا ذهلها بصوته ولمها ونثرها وضوايبه فوق المتن فلها ونشرها وطفح اليمون وعلى الغبرة ونحرها
حمل على القوم. يقول إسحاق بن حوية والله لما حمل العباس صعدنا على التلال وثورنا عليه السهام والنبال حتى صار درعه كالقنفذ، والله كان كالجبل الأشم لا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، وهو لم يعبأ بجمعنا ولم ترعه كثرتنا. نعم يا أمير المؤمنين، هذا اللي يتمنى حج زاير، هذا اللي يتمنى اليوم. يقول نتمنى أن الإمام يرى أبي الفضل، يرى الشبل الذي ادخره لهذا اليوم. أردنا حيدر كربلاء بيها يشوف شلون أبو فاضل لكدها على الصفوف، من لكدها صار خطاف النفوس، أرض ما تنشاف بس منثور روس، صاره العريس والكون العروس، وهي تثنى ومغسول السيوف، تبسلت لما الحرب لجلة تموج، وكربلة كلها من ابو فاضل تلوج، الشرد منع ولم صوب ظل يفوج، سال دمها وجرب وديان الطفوف، الطفوف تسيل من سيف المخيف، وغاجلة بالكوم تسمع لرفيف، من ركب وشاف صار لهم رجيف، مثل حيدر بالوغيان معروف، كلهم يعرفون الباري سلطة، وهي رمشة عين عنهم ما بطا، حوم وتلولح على سروب القطع، فرت بجيمان هذيك الالوف، الرفوف صارت هجة من ابن الفحل، ويتصار لهم شبه دوي النحل، قام يتهلهل ضرب ذاك المحل، مطرب باسم على لمع السيوف، مطرب على سيوفها وبيها رعد، شبه صعصع ظلم زنازلها وصعد، بيوم عزرائيل ذب كفية قعد، وظل بدال سيف ابو فاضل خطوف، الراح يخطف يشبه بكاحي الباب، ويوم ابو فاضل بدل يوم العذاب، من وصلهم هدد عبر الركاب، ولو اسكندر ما قدر للدم يروف، من يروف الدم وابو فاضل فزع، وسيفنا بالكون لجل امره لمع، لكن شو يقول هناك حج زاير؟ يقول لكن اشحال قلب حسين. سيدي أبا عبد الله يرى شجاعة أخيه، يرى الثبات، يرى الإقدام، لكن الحسين مو فقط فرحة، الإنسان بعض الأحيان يشوف موقف من أحبائه يفرح لذلك الموقف، إذا كان موقف مشرف فكيف بموقف العباس؟ لكن أبو عبد الله الفرح ما ترك مكان في قلبه، ينظر إلى أخيه من جانب نستر بهذه الشجاعة، لكن من جانب آخر أخاه وحيدا بين الأعداء. نعم حمل على القوم، حمل على الميمنة، على الميسرة، على القلب، كسر الجيش، ثم أنه توجه نحو المشرعة، وكان همه إيصال الماء إلى الأطفال والنساء، وكان عليها 4000 فارس، فكشفهم عن المشرعة ونزل بأبي وأمي إلى الفرات، طرف الماء الفرات باري، قال يا ما أراد أن يشرب أشرب، وأبو عبد الله عطشان أشرب، وابن رسول الله ضميان أشرب، والأطفال تتلاعب من شدة العطش، ثم رمى الماء من يده وملأ القربة، ثم أنشأ يقول يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد ملوني،
وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق يقيني. شلون اشرب اخوي حسين عطشان؟ انا وياك احنا نشترك كل احنا اليوم، اذا تريد الاشتراك وتريد خلي نقراها سوا كل احنا. والله شلون اشرب اخوي حسين عطشان، وسكنه والحرم واطفال رضعان، وضن كبد العليل انتهبني عيران، يا ريت الموت غد ولا احلى ومر. علق الماء من يديه ثم اخذ القربة وكرر راجعا نحو الخيام. لما رآه عمر بن ساحت عليه اللعنة نادى يا قوم والله لئن وصل الماء الى الحسين وشرب الماء افناكم عن اخركم مبارزة، لا تدعوا يوصل اليه بالماء. نعم تفرقوا عليه ثلاثة فرق ايواء عباس، فأخذ أبو الفضل يقاتلهم ولم يعبأ بهم. قال فبينما هو كذلك يقاتل همه أن يوصل الماء فنصبوا له كمينا وكمن له لعين ماء نخلا فضربه بالسيف على يمينه. المنادي وأخذ النداء فأخذ السيف بشماله وهو يقول والله لو قطعتم يميني فإني أحامي أبدا عن ديني وعن إمامي صادق يقيني. صدق النبي الطاهر الأمين. نعم هذا ولم يعبأ بهم ولم ترعه كثرتهم. شوف الحمية وشوف غيرة عباس برض الطفوف بيوم شان الراية، وإن قطعت يده وإن منعوا عليه الطريق كان العباس بنفس العزيمة بنفس الثبات ألهمه أن يوصل الماء. شوف الحمية وشوف غيرة عباس برض الطفوف بيوم شان الراية، ترعم عليها وظلت الخيل تموي والسلم حاصرها على مسماية. طمن الوداع الورد خاض الورد بس ما شرب من ماء يبيد غرب غرفة عذب من الماء، لكن ذكر كبدة حسين الراية لا من نفس عباس ما ضاق الماي وصاح وتنخى وقال فرد حكاية اليوم لو اخذ الماي من القوم لو سويتون المشرعة الماي يرهب طلع من النهر بيد الجود او يرتعد من كثر العزم قفايه ظل يرتجز الناس ماخذها الخوف او يعطني على الفارس بسيف عنايه. اقبل زينب شافته من بعيد لكن بيا حال شافت ابو فاضل وشافت جفوفه بالدم محنايه. نعم اخذ السيف بشماله اخذ يقاتل فبينما هو كذلك كمن له العين وراء نخله كمن له حكيم بن الطفيل وساعده زيد بن مرقاء فضربه على شماله. ايوا عباس اين المنادي يا سيدا؟ فضم اللواء الى صدره وهو يقول يا نفس لا تخشى من الكفار وابشري برحمته
الأبرار وجملة السادات والأخيار قد قطعوا ببغيهم يسار فأصلهم يا بحر النار ثم أخذ يجود بنفسه نحو الخيايا وهمه إيصال الماء إلى الأطفال والنساء فبينما هو كذلك إذ أتاه سهم ميشوم من ظالم غيشوم أصاب القربة فأريق ماؤها فبقى متحيرا لا باع فيوصله إلى يدين فوق آيات البهايا والله وقف وقفت سبع بالزايار ينهم على قطعة الزود مش مهتم بس يكون معي الجود يسلم نجل حسين خلت روح اليدين وهي والله نظر للجود سالم وبتشر بيه سدر فرحان ما كان قد عويدي يا سهم الشوم ويلت لون حرية شق الجود وتفايض الكترة وقف عبايا يا من شقة والجرب والله وقف عباس من شقة والجرب تحسر حسرة المكسور قلبه والله ثاني موت بس انا بس على دربه على صاب الجود على صاب الدرب ترجم شاطح العين فبينما هو كذلك وقف متحيرا فأتاه سهم منشوم أصابه في عينيه وضربه رجل بعمود من حديد على رأسه فخر إلى الأرض ينادي وعليك مني السلام يا ابن والدي أخي حسين أدركني والله يا حسين طه زاد ظهرك بالماء ادرك عضينك يا حاتمي يمين ويسار فنادى الحسين من مركزه الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي والله تعنى من الخيام للعلب محسين والله يصيح بصوت يعضي ايدي بعد ما اشوف دربي واضوى العين والله تخاصر على عضيد وصاح ويلي شمس نهاري ويا بدر ليالي يا ابو فاضل يا خويا دمت حالي وقاد الصبر من بعدك تهدم جاء إليه الحسين نعم كشف القوم نزل عنده بعد أن راح إلى البيداء يبحث عن كفي الفضل العباس. الرواية يقولون القوم أخذ الحسين عليه السلام
لما نزل عند العباس ما راح عينه، بل أخذ يبحث عن شيء في البيداء، وإذا به يرفع كف العباس، ثم راح جانبا رفع الكف الثاني، ثم أخذ يبحث عن شيء، فحققنا النظر على ما يبحث كفين العباس رفعهن، بل أبي عبد الله أبو عبد الله رفعهن. يقولون بينما ننظر وإذا به يرفع عمامة العباس، ثم جاء إلى أخيه جلس عنده العباس، سمع وقع أقدار، منع يا هذا بالله عليك إلا ما أمهلتني حتى يأتي ابن والدي. شو تريد منه؟ قال لي يودعني ولا سأل الحسين. أيضا قال امهلني حتى يأتي ابن والدي. قال أنا ابن والدك. ألقى أخي عباس، جلس عنده، أخذ رأسه ووضعه في حجره، وهذا رفع يمسح الدم عن عينيه. لكن تدري العباس يريد أنه ينظر ويرى أخيه على النظرة الأخيرة، لكن عين فيها السهم والأخرى جرى فيها دم رأسه من أثر العمود الذي أصابه على رأسه. فما يسمع بس صوت أبو عبد الله يقول له يا أخويا نغسل بدمي والله تمنيت كان لها الحريم الله يدومك، لكن يا اخويا بهالارض يوم والضيع من بعضي وبعدك الفواق. اراد ان يحمله الى الخيام، قال لا يا ابا عبد الله بالله عليك الا ما تركتني هنا. لما في؟ قال لثلاث قد نزلنا بي، الاولى لقد نزل بي الموت الذي لا بد منه، الثاني انك اذا استشهدت من الذي يحملك الى الخيام؟ انا اريد اواسيك. بعد الثالث اني وعدت النساء بالماء واستحي ان اصل ان تراني النساء ولم اوصل الماء. يقول له يا اخويا ايسعد سكنه من الماء، اخويا تجي يمي ذليله وتوجي بحداي، والله ومن العطش راده رادت تجي وياي وتقول لك وين وعدك يا مشكر. يا اخويا ما درت لانك رميه وهي برجواك تسقيها ميه. يا اخويا منين جات لك ليك من بينما الحسين رأس العباس في حجره دفع نفسه الشريفة عن أخيه وفاضت روحه الطاهرة. نهض الحسين من أخيه لكن الياقة محدودة بالظاهر يكفكف دمه بيده. زينب تنظر إلى الطريق تباوع، يرجعون اخوانا اثنينهم لو لا يرجع واحد. تنظر وإذا بأبي عبد الله رجع وحيده. صاحت يا بنات حسين قوموا ردوا مسكيا يا وحيد. شافته مكسور ظهره ظن تراب العظيم. نعم يقولون الامام الحسين ما ذهب الى النساء لا الى زينب، والحال هي مستقبلته باب الخيمه، ما راح لها، لا ذهب الى خيمه ابي الفضل العباس. صح على قدر عبد الله يخبر زينب والعيال
فأسقط عمود الخيمة، دلالة على شنو؟ على أن العباس قد استشهد. صاحت زينب بن كبارها يا أخاه عباس وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. صاح الحسين اي والله وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل. ثم أن زينب خرجت وين وضع الحسين يده بصدرها تقول أنا رايح أنا رايح عباس قل اي والله نومك يا خويا مو محل، اي نومك يا خويا مو وويل على العباس وويل على العباس وويل على زينب يا ابو فاضل وينك انهضوا شيل العالم لحسينك زينب جهاز ثاني تصيح زينب يا ابو فاضل وينك انهضوا شيل العالم لحسينك. صيح زينب يا ابو فاضل وينك انهضوا شيل العالم لحسينك. صيح زينب يا ابو فاضل وينك انهضوا شيل العالم لحسينك. صيح زينب يا ابو فاضل وينك انهضوا شيل العالم لحسينك. صيح زينب